بسم الله هجوم العمالقة. امشي 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 خفيف، امشي شوي شوي، امشي شوي شوي. يسعد لي المشي يا زلمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف الحال؟ تفضل تفضل يا شباب. يا هلا بالمسلك. القيادات في الكراسي الأولانية. عامل معادن عامل معاده وش جابه هنا؟ مضيع مقعد ولا شيء؟ لا يا حبيبي أنا معي فلوس رجال هذا حكي حكيت. يا حبيبي مو مزاد، تكريم تكريم. قاعد في المقعد اللي ورا. وين الوضع؟ مو مزاد مو مزاد الغالي. الخشب اللي ورا. كم قيمته أعطيك إياه واجلس. تبغى ذهب أعطيك ذهب موجود. هذا مو بالفلوس. آه بغيت ابو الامتيازات. وين مكاننا احنا طيب؟ هذا نعم، بعد صحيح. سنين هذا. وين نجلس احنا؟ ورا. انتوا ورا بالمقاعد الفضيه هنا. يا أبوي وش ذا العنصرية؟ ما لها دخل عنصرية. صحيح. أيوة ونعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم جميعا وأشكر كل من حضر هذه الأمسية المميزة، سواء من قيادات القطاعات أو من المواطنين الكرام أو من أفراد الهلال الأحمر الذين كانوا ولا يزالون العمود الفقري لهذا القطاع. اليوم يا شباب احنا مش هنا فقط عشان نكرم مسعف الشهر، بل بنكرم ثقافة العطاء وروح المسؤولية والإخلاص في خدمة المواطنين. من وقت ما اتشرفت بقيادة الهلال الأحمر كان هدفي إن أبني فريق يعتمد على الانضباط والعمل بروح واحدة لأعلى وقت ومش بكثرة العدد. واليوم أنا واقف قدامكم يعني أقدر أقول بكل فخر إن الهلال الأحمر بيضم رجال أثبتوا إنهم على قدر المسؤولية في كل موقف وكل بلاغ وفي كل نداء. أفتخر بكل مسعف يحمل شعار الهلال الأحمر على صدره، لأن أنا رأيت منهم الالتزام ورأيت منهم التضحية ورأيت منهم الحرص على خدمة المواطنين قبل أي شيء. وبقولها بكل ثقة، لدي في الهلال الأحمر رجال والله العظيم لو أغلق باب التوظيف اليوم لأداروا القطاع بكفاءة واقتدار، ولما شعر المواطنين بأي تقصير، ليس لأننا نرفض استقبال أعداء جدد، بل لأن من هم معنا اليوم وضعوا معيار عاليا للالتزام والعمل الجماعي. ومع ذلك فإن باب التميز سيظل مفتوحا لكل من يثبت جدارته، لأن الهلال الأحمر لا يقاس بعدد أفراده وإنما بجودة رجاله. كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع القطاعات الشقيقة، الأمن والحماية والميكانيك، على تعاونهم المستمر معنا في نجاح أي قطاع. هو نجاح للمقاطعة بأكملها، وما نحققه اليوم هو ثمرة هذا التعاون. وأخيرا أبارك للفائزين في هذا الشهر، وأقول لمن لم يحالفه الحظ لا تعتبرها النهاية، المنافسة شغالة ولسه في بدايتها. ودلوقتي يا شباب هنعلن عن الفائز بمسعف الشهر. هذا اللقب لا يمنح بالصدفة ولا يعتمد على المجاملة، وإنما يأتي بعد مراجعة دقيقة للتقارير وساعات التواجد والالتزام والانضباط والتفاعل داخل قطاع الهلال الأحمر. الفائز اليوم لم يصل إلى هذا المكان في يوم وليلة، والله العظيم يعني وصل له بعد جهد كبير وحضور. عندما احتاجوا القطاع ملتزما كان ملتزما في عمله، في حسن التعامل مع زملائه والمواطنين، وكان مثال للمسعف اللي نفخر به في قطاع الهلال عندنا. وبهذه المناسبة وبالنيابة عن قيادة القطاع ونوابه أتقدم له بخالص الشكر والتقدير، وأبارك له هذا الإنجاز المستحق، متميزا له وأتمنى له دوام التوفيق. مسعف الشهر أيهم الأحمد. مبروك 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 مبروك. الله يبارك بعمركم، الله يبارك فيكم اتفضل جميعا. عندي أيام هنا. حبايبي الشباب. كمان يا رجال بعلن عن أفضل 3 مسعفين بعد مسعف الشهر.
المسعف الأول حمد الخطير، المركز الثاني يبارك فيك الله يبارك. مؤيد الكناني، مبروك يا مؤيد. المركز الثالث يوسف العمري. حياك الله العمري، تستاهل. يعطيكم الف عافيه. جائزة مسعف الشهر سيارة خاصة حصرية من الهلال الأحمر مقدمة من إدارة مقاطعة موطن. سيارة مش هتتكرر تاني وهتكون حصرية لمسعف الشهر فقط. الجوائز للمراكز الثلاثة التانيين، المركز الأول مبلغ 3 مليون زائد 5000 خبرة، المركز الثاني 2 مليون زائد 3000 خبرة، المركز الثالث مليون زائد 1000 خبرة. ومبروك للفائزين، يستاهل لهم التوفيق. مبروك الجميع، مبروك. يستاهلوا يا شباب. من تقدم لا تقدم ان شاء الله. طيب يا طيب يا قائدنا، قائدنا الطيب. سلم على القائد بتاعك يا شيخ. حياك الله. يعطيك الف عافيه يا قائدنا. سلم يا شيخ. قائد ونعم القائد باذن الله. حياك الله. استأذنك يا ابو عبد الرحمن تكشف عن السيارة. مبروك يا شباب، تستاهلون. الف مبروك. ألف مبروك يا ايهم، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ألف يوسف. مبروك مبروك يا انت أيهم. بعد. تستاهل. حبيبي يا حمد، الله يبارك بعمرك. والله اني فرحان لكم قسم بالله. والله حبيبي. تستاهل. لولا انت فرحانين ما بس. كنت وصلت لهالمكان يا هذه عم سيارتنا عبد الله. جميعا، سيارتي وسيارتكم، مو بس سيارتي. اكيد يا عم، اول تجربه لي. اي طبعا من عيوني. صير اعطيكم اياها سلم على ونلف فيها. السيارة عيل. ايوه عادي، مش مشكله، سيارتنا احنا الثلاثه يا. طيب مسعف الشهر ايهم الاحمد موجود؟ نعم صحيح. اتقدم يا غالي وقول كلمتك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجميع الحضور. أشكركم جميعا بلا استثناء. طبعا بشكر برضو القيادة، أصيل العزاز، نور الأحمد، أبو عبد الرحمن، باقي الكادر، مشرف يوسف العامري، جميع المسعفين بدون أي استثناء. طبعا هذا المنصب وهذا الجهد أنا ما وصلت بمفردي، طبعا بمساعدتهم، لأنهم أعطوني ثقة إني أتقدم وألزم. أنا لما دخلت القطاع طبعا كنت مسعف مبتدئ، مع الجهد، مع المثابرة، مع مساعدة الشباب، مساعدة المسعفين بالقطاع، وصلت لهذه المرحلة. وأشكركم جميعا صراحة، لأن الكلمات ما بتوفي بحقكم. وأشكر كمان جميع الحضور. أشكركم جميعا على حضوركم هاي المناسبة السعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. شكرا يا ايهم. يعطيك العافية. المركز الاول حمد الخطير، تقدر تتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أول شيء حاب أشكر جميع الحضور الكريم على الحضور ويعطيكم العافية. ثاني شيء حاب أشكر الإدارة لتنظيم هذا الحفل، ما قصروا على المجهود، والحمد لله لولا الله ثم القادة عموما وزملائي الكريمين المحترمين في العمل كان ما وصلت إلى هذا المكان. حاب أشكر الإدارة ومعالي القادة مرة ثانية على إعطائي هذه الفرصة بإني أكون هنا، وأيضا حاب أشكر زملائي الكريمين على مساعدتي للوصول إلى هذه النقطة، ويعطيكم العافية جميعا على الحضور. حياك الله يا حمد، ما قصرت. بس تتفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا أنا ما كنت مجهز أي كلام، بس الكلام اللي راح يطلع الآن إن شاء الله إنه كلام من القلب، كلام القائد تبعي وللنواب كذلك. أنا أتقدم جزيل الشكر للقادة والنواب، كذلك أصدقائي في القطاع على مساندتهم لي. كذلك أنا يوم دخلت الهلال الأحمر اتخذت أصيل العزاز كقدوة لي، وشفته أنه يعني أفضل قائد مر علي
في مسيرتي كلها. كذلك أشكر الحضور، ومبروك للمركز الأول مسعف الشار، بس من فصلك يعطيه العافية، يستاهل، ما كان مقصر بأي شيء. كذلك الزملاء الآخرين ما كانوا مقصرين بأي شيء، ساندوني ووقفوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما قصرت يا يوسف. إدارة السيرفر على دعمها المستمر وحرصها الدائم على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح المنافسة والأخوة بين الجميع. وفي الختام نسأل الله أن يديم علينا تسمع صوت سيارتك يا ايهاب؟ الأجواء الطيبة. ما شاء الله، الله يبارك لك، الله يبارك لك يا رب. دائما على المحبة والاحترام والنجاح. شوف خيرها وعليكم وفيك السلام شرها. ورحمة الله وبركاته. الله يبارك الله فورتس يبارك بدار. لك فيها يا حبيبي. مبروك يا أيها مسعف الشهر، سيارتك مقدمة من متجر المقاطعة، سيارة حصرية لك وحدك. بارك جهودكم يا معالي القائد. ببارك طبعا هذه السيارة لكل قطاع الهلال الأحمر، مو بس لي شخصيا، للجميع. وما قصرت صراحة، يعني ما توقعت إني أول فرة لي ها؟ أحصل على هذه السيارة بصراحة. فبارك جهودكم، ومش عارف صراحة أشكركم يعني من الصدمة، فاهم؟ تستاهلها يا أيها، تستاهلها والله. على البركة، على البركة أيهم، يستاهل الله والله غالي. ألف الله مبروك يسعدك. يا أيهم. الله يسعدكم جميعا، مشكور. الله تخار فيك شرها يا أيهم. آمين يا رب، آمين. ايهم والله. الله شغل يبارك السبات لك. كده ودلعنا. لا سفاتي أحمر. يا اصيل، لا الله يعزكم والله. 3 مليون في مناسبة فوزك يا ايهم من متجري مجانا 5 برجر. آه، آه، آه.